صينية مسقعة حكاية حكاية بكل معاني كلمة حكاية. أنا عاملاها جميلة قوي، مشطشطة. أنا عاملاها بتنجان وفلفل حامي على بارد. انت بتعمليها زي ما انت حابة. المطبخ ملوش أي قواعد أو أي قوانين. اللي موجود عندك في مطبخك طلعي منه أحلى أكلة وأحلى وصفة يا ست الكل. حاجة كده حوار، صينية مسقعة حوار معمولة بالبتنجان والفلفل، وطبعا الدقة الصلصة بتاعتها بتحابيشها. حاجة كده فاخر من الآخر، ومع الفلفل ورشة جبنة موزاريلا متدلعة على الوش. دي اختياري. انتي حرة، حطي اللي انتي عايزاه. عايزة تحطي بشاميل اوكي، مش عايزة تحطيها مستكفية كده بس عادي. عايزة تعمليها مش تحطيها في الصينية، تحطيها زي ما هي في الحلة اوكي. كل اللي انت عايزاه كله متاح. المطبخ ملوش قواعد ولا قوانين. كل اللي موجود عندك اشتغلي بيه وهيطلع احلى اكله واحلى طبق يا ست الكل. ما تنسانيش في اللايك والشير في مطبخ دودو، واحلى كومنت. واي حد عنده اي تعليق او اي حاجه ايجابي او سلبي يكتبهولي، وان شاء الله نطور ونعدل من نفسنا. ويا مسا الجمال صباح الجمال، وتابع الفيديو. انا هنا بعد ما صفيت البتنجان من الميه اللي انا كنت نقعها فيها، اللي هي الميه والملح، صفيته ونشفته كويس قوي. وعندي هنا فلفل مشكل اخضر على احمر. حضرتك حطي اعملي اللي انت عايزاه، المتواجد عندك كله شغال. المطبخ ملوش اي مقادير او قوانين. اللي موجود هنعمل بيه احلى اكل. بعد كده هقليه عادي خالص. زي ما حضرتك شايفه انا بقلي البتنجان. البتنجان بتاعي ابتدى يلون زي ما حضرتك شايفه كده. انا هطلعه يبقى لونه جولد، مش عايزاه يعني يبقى لا غامق قوي ولا فاتح قوي، وسط. البتنجان بتاعي زي ما انت شايفه لونه ده، اللون اللي هو انا عايزاه. انا كده هطلعه واقلي باقي الكميه وارجع لكم تاني. بصي يا حبيبتي، انا جبت حله وحطيت فيها معلقه ثوم وعليها 3 معالق زيت. هحمرهم وبعد كده اطفيهم بالخل وانزل بالصلصه. زي ما حضرتك شايفه كده انا عايزه التومه بس تفضل ما تاخدش لون. ودي الصلصه بتاعت المسقعه اللي احنا هنعملها. زي ما انت شايفه كده انا هنزل عليها بمعلقتين خل. وبعد كده عندي صلصه طماطم هنزل بيها. انا كنت عامله صلصه طماطم في الفريزر، طلعت الكيس وحطيته. وبعد كده هخليها تتسبك واحط عليها ربع معلقه سكر وملح وفلفل وكمون وشطه وبص الجوز الطيب باختياري. زي ما انت شايفه كده انا حطيت البهارات بتاعتي، كانت عباره عن ملح وفلفل وكمون وبشر جوز الطيب. وطبعا هحط شطه وبرده اختياري زي ما حضرتك حابه. وهنعمل مع بعض احلى صينيه مسقعه. وما تنسانيش بقى بالله عليكي في اللايك والشير واحلى كومنت منكم، وطبعا الاشتراك في الصفحه والقناه. مسقعه اتسبكت، وعايزه اقول لك الريحه تحفه، حاجه كده حكايه. هنقلي البتنجان ونركب مع بعض احلى صينيه مسقعه. تعالي بقى يا قمر نركب احلى صينيه مسقعه. اول حاجه انا عندي صينيه هحط فيها كبشه صلصه. طبعا دي كل واحد على حسب ما هو حابب، وتوزعيها كويس في الصينيه. وبعد كده هحط رق بتنجان ورق فلفل. بصي احنا حطينا الصلصه وحطينا رق بتنجان، وهحط رق فلفل، وبعد كده اكمل كل الصينيه بنفس النظام. وبعدين عامه هو كلها
يعني بتبقى على حسب ما انت حابه. زي ما انت شايفه كده انا حطيت فلفل وبتنجان، وهحط عليه برضو كبشه صلصه. وطبعا كل واحد على حسب ما بيحب، وممكن ما تحطهاش في صينيه وتحطيها في الحله عادي خالص. المطبخ ملوش اي قوانين، فاعملي الاكل. بصي شكلها حوار حاجه كده حكايه. وهحط عليها كبشتين صلصه، وبعد كده هحط عليها جبنه موزاريلا كده وادخلها الفرن. ودي حاجه اختياري مش حاجه كده اساسي، بس مجرد بس بتدي لزوم الحركات. ايه رأيك في الجمال ده؟ الصينية بعد ما احنا رتبناها حطيناها طبقات، طبقة بتنجان وفلفل وصلصة. انتي بتعملي اللي انتي عايزاه. الترتيب ده حطيتها في صينية ودخلتيها الفرن، حطيتها في حلة، كله تمام. وكله بيبقى تحفة. وعملنا معاها طاجن صغير كده تحفة. عايزة اقولك ريحتها بجد حكاية. يا رب يكون تعجبكم وتنال اعجابكم. وما تنسونيش في اللايك وشير وكومنت حلو زيكم كده. واعذروني في اللخبطة في الكلام. حتة صينية مسقعة حكاية. حكاية بكل معنى الحكاية. زي ما انت شايفة الجمال. صينية مسقعة متدلعة خالص. انا حاطة عليها رشة جبنة موزاريلا على الوش. دي اختياري بس مجرد بس كده حبة دلع. ومشطشطة. معمولة جميلة جدا. تابعيني في الفيديو في الخطوات. يا رب تنال اعجابكم. ومساء الجمال صباح الجمال عليكم جميعا. من مطبخ دودو. وما تنسانيش بقى في اللايك والشير واحلى كومنت. وتابعيني في الفيديو. شوفي كل خطواتها وتركاتها ويا حركاته يا تكاته في مطبخ دودو.